في ناس مع الأسف أول لما تعرف إن حلقة النهاردة من الصوتيات بتتكلم على حرف الإي هتعمل سكاب للفيديو. صدقني لو عملت سكاب هيفوتك حاجات كتير قوي، لأن الحرف ده حرف دقيق جدا، حرف صعب لأبعد ما تتخيل، بسبب بس تشابه الأصوات في نطقين منه. اسمع الفيديو اتدرب معايا، لأن الحرف دوت من الحروف اللي فعلا هتظبط نطقك في اللغة الإنجليزية. هلو، أنا سيف الله وأنت بتسمع سلسلة كل 6 شهور لغة، والنهاردة الحلقة الثالثة من كورس الصوتيات. النهاردة هنتكلم زي ما قلنا على حرف الإي. طبعا هو اسمه إي، ولكن احنا مش بننطقه زي اسمه إلا في موضع واحد بس. خد بالك، هي اسمها الصوتيات، كورس اسمه ايه؟ الصوتيات، مش كورس الحروف. الحته دي مهمه قوي. يعني احنا يا جماعه مش بنتعامل مع الحروف بتاعت الانجليش على انها حرف، احنا بنتعامل في الحروف الانجليزيه على انها صوت، بنتعامل معاها كانها ايه؟ صوت. فاحنا لما بنيجي ننطق الحروف بنعرف هي صوتها عامل ازاي، مش شكلها ولا ضبطها عامل ازاي. عارفين زي حركه في العربي حركة الفتحة والكسرة والضمة، السكون والشدة، اسمها ايه؟ أصوات. عشان كده هنا ركز معايا، احنا هناخد 3 أصوات لحرف الإي. ناخد النطق الأول، النطق الثاني، النطق الثالث. عشان كده هتحفظهم لي كالآتي، اللي هو أنا لو قاعد قدامك وانت بتاخد عندي كورس هتلاقيني بقول لك هو النطق التاني عامل ازاي، فانت عارف النطق التاني انهي نطق بالظبط، فانت هتحفظهم لي بالترتيب عشان لما تيجي تسمع لنفسك تقول النطق التالت تروح جاي اي النطق التالت، تقول النطق الاول تروح جاي اي النطق الاول. احفظهم لي بالترتيب اللي انا كاتبه ده. هنسميه النطق الاول، النطق التاني، والنطق التالت. يلا بينا. عايزك بقى يا سلام لو عندك سماعة علشان تقدر تركز وتميز ما بين النطق والتاني والتالت. اول نطق معانا اللي هو اول لما اقول لك النطق الاول انت خلاص تروح جاي مسمع على طول، انت عرفت انا بتكلم على اي نطق من الاصوات بتاعت الاي بالظبط. النطق الاول كالاتي: ايه ايه. تاني بقى انا عايزك تدرب معايا كده، عشان لو ما اتدربتش هيفضل دايما عندك مشكله عويصه في نطق الحرف ده. النطق الاول ايه يا ابو السيوف؟ ايه ايه ايه. بسرعه كده، فيهاش ولا مد، لا مد طويل ولا مد قصير. ايه 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 ايه. طيب النطق الثاني ايه ايه. عارف انت في اللغه المصريه العاميه بنقول ايه لما تحب تقول لواحد، واحد مثلا ينادي عليك ابو السيوف، فتقول له ايه؟ عايز ايه يعني؟ هو ده النطق الثاني بتاع الحرف الاي في الانجليش. خلاص. ايه 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 ايه. النطق الاول كان ايه؟ ايه ايه ايه. النطق الثاني ايه ايه ايه. النطق الثالث زي الحرف اي، مكسور بقى كسرة ايه؟ واضحة كده. اي 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 اي. تاني مراجعة سريعة كده قبل ما نخش ونطبق بقى. النطق الأول ايه ايه. النطق الثاني ايه ايه ايه. النطق الثالث اي اي اي. يلا نطبق. النطق الأول من حرف الإي بيبان معانا بوضوح في ال3 كلمات دول، كلمات طبعا غيرهم كتير. والنطق ده أو الصوت بتاع الإي دوت بيظهر دايما لما تيجي الإي في أول الكلمة. أهو أول الكلمة. فأول لما تلاقي الإي في أول الكلمة يبقى أني نطق؟ النطق الأول. سمع اللي هو إيه؟ إيه إيه إيه. تعال بقى كده نطبق. ايه element.
سهلة. إيه element. إيه element. إيه egg. إيه egg. إيج مش بنكسرها، الإي في أول الكلمة بنستعمل معاها النطق الأول، الصوت الأول اللي هو يا أبو السيوف. إيه إيه، يبقى بيضة معناها إيه؟ إج إج إج. الكلمة التالتة إيه إيه end 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 end. سهلة. نخش على النطق التاني. فكرني كده النطق التاني كان إيه؟ إيه 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 best best. إيه best. إيه best best. الكلمة التانية إيه sand. إيه sand. إيه sand. الكلمة التالتة land 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 land. الصوت التاني او النطق التاني ايه ايه ايه، يبقى land land land. اسهل صوت فيهم بقى الصوت التالت، النطق التالت. فكرني بيها بالسيوف زي ما الكلمة بتتقال. اي اي اي. تعال بقى كده نضرب. اي سي اي سي. وده دايما تلاقي في دبل اي، يعني الصوت ده بيظهر مع الدبل اي. امتى اعرفه؟ لما تلاقي الدبل اي. طب معلش يا ابو يوسف انت نسيت تقول لنا، هو في النطق الثاني اللي هو ايه بيجي امتى؟ بتلاقي الاي منفرده في نص الكلمه. تيجي بقى تاني حرف ثالث حرف، المهم انت تلاقيها ايه في نص الكلمه ومنفرده. نرجع للنطق الثالث بتاعنا. لما تلاقي دبل اي طلع النطق الثالث بتاعك. سي سي سي. ميت ميت. اي ميت. في طريقة تانية عشان ننطق بيها النطق التاني او الصوت التاني للإي، ان يجي حرف إي وبعده إيه. إي بعده إيه تتقلب على طول بنفس صوت الحرف إي. إي بعده إيه equal double إي، الاتنين واحد. 2 إي أو إي بعدها إيه، هننطق النطق الكام؟ التالت. تعال كده ناخد كلمتين. سي. ايه ده نفس اللي فوق بالظبط. typical، مفيش اي اختلاف. خلاص يبقى الاولانيه دبل اي، هنطقها ازاي؟ النطق التالت اللي هو اي، فبقت سي. الطريقه الثانيه ان انا الاقي اي وبعدها ايه، سي برضو. واحده معناها ينظر او يرى، والثانيه معناها بحر. طيب انا هفرق ما بينهم ازاي؟ من سياق الكلمه. I take the fish of the sea. يبقى انا كده خلاص عرفت ان انا بتكلم على بحر، عشان انا خدت السمكه منين؟ من البحر. فبالتالي من السياق هتعرف تفرق ما بين الكلمات اللي فيها نفس الصوت. خد بالك احنا في قسم الصوتيات مش الحروف. هو هنا حروف مختلفه، دبل اي غير اي بعدها ايه، صح ولا لا؟ دي حروف ودي حروف تانية، بس الصوت هو اللي واحد، اللي هو بيطلع معانا ايه؟ الصوت الثالث من اصوات الاي. عشان كده في البدايه خالص قلت لك احفظ لي الثلاث اصوات الاول، احفظ لي الثلاث انواع من النطق الاول قبل ما تخش في التدريب، عشان تعرف بعد كده امتى بستخدم النطق الاول وامتى الثاني وامتى الثالث. ناخد اخر كلمه في النطق الثالث اللي هي كلمه ميت. ميت زي اللي فوق، زي دبل اي بالظبط، بس المره دي اي بعدها ايه. خلاص ليه لحمه ميت. خلاص يبقى احنا كده فكرنا يا ابو سيوف تاني. النطق الاول اج. النطق الثاني ايه ايه ايه. النطق الثالث اي اي اي. اخر حاجه هنختم بيها الفيديو النهارده. طب افرض الاي جت في الاخر،
اخر حرف ومنفرده. في الحاله دي مش بنطقها بس بشرط ان الحرف اللي قبلها يكون ساكن. لو الحرف اللي قبلها كان ساكن مش بنطقها. طب ليه يا ابو السيوف قلت الحرف اللي قبلها يكون ساكن؟ عشان لو انت واخد بالك يا ذكي يا ذكي ان هنا كانت في الايه؟ في الاخر، بس قبلها حرف متحرك نطقناها ما نطقناها عادي. في اساتذه تانية يا ابو السيوف بيقولوا لا ما هي كده كده عشان دبل اي فبننطق اي واحده والتانيه كانها ما بتنطقش. اقول لك دي مش قاعده ثابته دايما، خلينا في الاضمن دايما. خلاص خلينا في الايه؟ في المضمون، في زون الضمان. فبالتالي احفظها زي ما انا بقولها لك، الاي قبلها حرف ساكن وجايه في الاخر اعتبرها مش موجوده. زي كلمه ايه؟ ويف، يلوح، ويف ويف، ما بنقولش ويفي او ويفي، لا هي ويف. بسكت. اتمنى حلقه الصوتيات النهارده تكون عجبتك. لو عجبتك ابعتها للناس المهتمين باللغه الانجليزيه، وقول لهم ابو السيوف بيشرح لكم الانجليش ككورس كامل من الصفر الى الاحتراف ان شاء الله، مجانا ببلاش على اليوتيوب. لا تبخل عليا بهذه المشاركه. دعواتك بقى كده في جوف الليل، لو في حد فيكم بيصلي كده قيام الليل يا سلام، يدعي دعوه كده من القلب، مفيش احسن من كده عندي. اشوفك ان شاء الله بكره في حلقه جديده من الكورس اللي بعد كده اللي هو كورس اقرأ وسلطني تقريبا. والسلام عليكم.